صدمة القرن تهز العالم، وثائق إبشتاين تكشف المستور، ملوك، رؤساء ومليارديرات في قائمة العار. ترامب، ماسك وأمراء، من تورط في فضيحة الجزيرة؟ وماذا يخفي القانون الجديد؟ زلزال 3 مليون ملف، سقوط الأقنعة، وفضيحة إبشتاين تعصف بالكوكب. بالأمس لم يكن يوما عاديا. 3 ملايين ملف سري للغاية أسقطتها وزارة العدل الأمريكية كالصاعقة لتكشف عن الوجه القبيح لشبكة الملياردير المدان جيفري إبشتاين. هذه الوثائق ليست مجرد أوراق، إنها قنابل موقوتة فجرت فضيحة لم يشهد لها التاريخ مثيلا لتطال رؤساء دول، أمراء، ملوك، رجال أعمال وحتى شخصيات استخباراتية. هل كنتم تتخيلون هذا الحجم من الفساد؟ ترامب في قلب العاصفة، هل نجا الرئيس أم سقط في فخ إبشتاين؟ اسم دونالد ترامب تكرر مئات المرات في وثائق إبشتاين، رحلات على متن طائرة الموت في التسعينيات، وبلاغات صادمة للFBI قبل انتخابات 2020 تزعم باعتداءات جنسية. لكن المفاجأة أن ترامب يخرج منتصرا، مؤكدا أن الوثائق برأته وكشفت مؤامرة اليسار الراديكالي. فهل هي تبرئة حقيقية أم مناورة سياسية؟ وزارة العدل نفسها اعترفت أن مزاعم ترامب لا أساس لها من الصحة. هل هناك شيء خفي لا نعرفه؟ إيلون ماسك، الرجل الحديدي في مرمى الشبهات، هل زار جزيرة الشيطان؟ المخترع العبقري إيلون ماسك أيضا في قلب العاصفة. رسائل بريد إلكتروني تعود ل2012 و2013 تتحدث عن زيارات محتملة لمجمع إبشتاين سيء السمعة في الجزر الكاريبية. ماسك ينفي بشدة، مؤكدا أن تواصله كان محدودا للغاية، وأنه رفض دعوات لزيارة الجزيرة أو السفر على لوليتا إكسبرس، بل ويذهب أبعد من ذلك ليقول: لا أحد بذل جهدا أكبر مني لإصدار ملفات إبشتاين. هل هي محاولة لتبرئة النفس أم حقيقة صادمة لم تكشف بعد؟ الأمير المخلوع أندرو، فضيحة ملكية تهز بريطانيا. الأمير أندرو، الاسم الذي طالما ارتبط بعار إبشتاين، يعود للواجهة وبقوة. مئات المرات ورد اسمه في الملفات، دعوة عشاء في باكنغهام وعرض امرأة روسية من إبشتاين. المزاعم القديمة من فيرجينيا روبرتس جوفري تتجدد،